انت على اللي اسمك افريقيا دير يا عيال. انت يا بيت يا اللي قاعد بتهوشينا. علشان تقولي اللي بيعملوا لايكات وبيعملوا ضحكات على اسرائيل. انا بقول لك اهو، انا اذا كنت مت انا ما منطقش لسان حالي بنجك السيك العربي العالمي. انا بقولها بصراحة. ليه بقى؟ الدول العربية كلها أكبر منكم. واوعى تفتكر يا واد يا ترامب اللي بطياراتك بتضرب بيها إيران اللي أنت هتهوشنا وهتخوفنا. لا لا، مادام هجيب عليها واطيها هنبلعك. أنا بقول للواد وزير الحرب الأمريكاني اللي عامل لي شعره كده ومعلق لي الصليب في دراعه، بقول له وحياة أمك، ها، سلم عليها وقول لها ان المصريين والدول العربية كلها واقفين وقفة واحد ضربة واحدة، ووقت الجد هيحرقوا كل حاجة في كل حتة. مش تقولوا إرهاب بقى إيراني، لا انتوا الإرهاب العالمي. اوعى تفتكر يا واد ان التاريخ هيتنسي ان الانجليز والفرنساويين طلعوا من بلاد العرب كلها وافريقيا، ها، كلها. اوعى اصحى، خلي بالك من البرقات دي. احنا وحوش، وحشيتنا اذا استحضرت كمسلمين، والاسلام هو اقوى ناس. ليه؟ الرسول فتح كل بلاد العالم، والاسلام بيقوى وبيشتد. واذا كنت انا هروح ضحية للاسلام وللحرية العالمية العربية، ما يخالف، كلنا زوال. وانا رحت، لكن أنا كسادات زمان قلت في التاريخ، وأراها بونجك السيك واسمعها في حديث مجلس الشعب، إن إحنا بنسلم بنسلم السلام للمنطقة وللشعب المصري جيل بعد جيل. والجيل ده هو بتاع بوجك السيكي. خلي بالك يا ترامب، انت وفي دراع والبنوتة الحلوة اللي بتتوعد كل من يقول شيء عن اسرائيل. احنا بنتكلم اسرائيل خير اسرائيل. اذا كنا بنعمل كوميدي او شغل دراما علشان الشعب الاسرائيلي الصديق. ليه الشعب الاسرائيلي صديق؟ لازم يوعي قادته. نتنياهو عايز يبقى في الحكم. انا بقول لك اهو يا شعب اسرائيل يا صديق وجار، لان بينا سلام، لا يمكن ما في خيانة بينا. ليه؟ لان احنا بنعز الصداقة. صحيح ما فيش تطبيع علشان الظروف اللي عملوها بعض الساسة زي شارون وشامير وبعض الناس الوحش، لكن الشعب المصري لا يكن أي نوع من الكراهية للشعب الإسرائيلي، لأنه هو شعب بسيط عايز يعيش وياكل، وإنتاجه كبير في الاقتصاد العالمي الإسرائيليين. وإحنا بنعزهم لأن أفكارهم بنشوفها في اللوبي الصهيوني في أمريكا. فلازم اللوبي الصهيوني في أمريكا يعقل. ليه؟ لما يعقل إحنا كلنا هنعيش في السلام في العالم. طب إيه فايدة إن هم يحتلوا الأراضي في 7 دول كان يقولوا عليها كيسنجر زمان علشان يقيموا دولتهم من النيل والفرات؟ طب ما هو عايشين وسطنا وعاملين اتفاقيات مع الامارات والدول العربيه. يعني هي حته الاستعمار في قلبهم عشان يوسعوا من المستوطنات اللي بيقولوا عليها سيمودوريتش وينجافير. طب هتاخدوا اراضي، هل انتوا ضامنين ان انتوا هتتولدوا والتوالد هيجيب اسرائيليين؟ لا، ما تضمنش. فبلاش التوسع ده، التوسع ده مش حلو يا افخاي ضرعي. بلغهم ان بونجك السيكي بينصحكم لمصلحتكم، لان كنتوا لزوال ممكن ايران تدغدغكم وتخلص عليكم. هو ده اللي ماشي. وايران ممكن تضرب دايمونا وانتوا تضربوا الحاجات النوويه والمنطقه تولع والعالم كله يولع، والنهايه صفر. هتنتهي دوله يهود. عشان انتوا عندكم هناك بقى في التوراه والصهيونيه، احنا سمعناها في خطبه زمان، ان كل العالم يعيش. والمذهب الصهيوني بيقول يموت العالم ويعيش اليهود. ده كلام ما تجروش عليه. بونجك السيك العربي العالمي في كل مكان بينصح اليهود والعالم للسلام. بونجك السيك العربي العالمي from Egypt.